كارثه 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 بتحصل في نادي الزمالك. النهارده الاتحاد الدولي قضيتين جداد على نادي الزمالك. صلاح مصدق اللاعب الجزائري ولا كان مغربي؟ صلاح مصدق مدافع مغربي. صلاح مصدق كان اشتكى نادي الزمالك، والزمالك بياخد ايقاف 3 فترات قيد وغرامه $900,000 على الزمالك اللي هي مستحقات صلاح مصدق. الحاجه الثانيه عمر فرج، برضو قضيه عمر فرج اللاعب الفلسطيني. الزمالك ما اداش مستحقاته ولا مستحقات النادي اللي كان بيملك عمر فرج $1,600,000. يعني النهارده بس $900,000 لصلاح مصدق و$1,600,000 لعمر فرج، يعني $2,500,000 ده غير الفلوس القديمه اللي هي $5,800,000 على الزمالك. يعني الازمه كبرت، المبلغ كبر على الزمالك. ومش عارف برضو مع احترامي يعني المسؤولين في نادي الزمالك ساكتين ليه كل ده؟ لا ده في كارثه اكبر كمان. الكارثه الاكبر ايه بقى؟ الاتحاد الدولي النهارده اصدر عقوبه تأديبيه على نادي الزمالك. يعني ايه عقوبه تأديبيه؟ يعني بسبب كثره المشاكل وكثره القضايا على الزمالك وعدم التزام الزمالك بدفع عقود ومستحقات اللاعبين والمدربين، بقى في ايقاف قيد فترتين على نادي الزمالك. ايقاف قيد فترتين، يعني الزمالك مش هيشتري لعيبه ولا في شهر اغسطس القادم او في شهر يوليو القادم ولا في يناير اللي جايين. دي حاجات بقى رسميه، هو ورق رسمي جاي من الاتحاد الدولي. البند 79 و80 بسبب تكرار القضايا والمشاكل وعدم التزام نادي الزمالك، فبقى في عقوبه تأديبيه. ايه العقوبه التأديبيه؟ ان الزمالك اتوقف له القيد فترتين. طيب كلمنا انضباطيا او تأديبيا، كلمنا مسؤولين في نادي الزمالك، قال لك يا عم لا احنا هنعمل استئناف وهتتلغي العقوبه دي وهندفع بقيه الفلوس وهتتلغي العقوبات دي كلها. طب اقول لكم مفاجاه، حسام اشرف سنه 2021 كان برضو في نفس القصه كده، واتعمل ايقاف قيد والكلام ده. الزمالك استأنف في الكاس في محكمه، خلي بالكم الزمالك لما بيستأنف بيروح للمحكمه الرياضيه الدوليه. ساعتها الاتحاد الدولي رفض، المحكمه الرياضيه الدوليه رفضت وتوقف القيد. فانا بقول لكم الزمالك، بقول لكم اهو الزمالك هيقدم استئناف عشان يوقف القرار ده بتاع العقوبه التأديبيه اللي هو ايقاف القيد فترتين، هيترفض. يعني انا بقول لكم من دلوقتي اهو ان هو في شهر 6 1/6 النهارده الزمالك مش هيأيد ولا هيعرف يتعاقد مع اي لعيب لفترتين قيد قادمتين.